ازيكم يا وكلاء، معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة. حلقة النهاردة موجهة للوكلاء، بس طبعا يا ريت دعم المشاهدين فيها شوية. 2004 2006 كان بداية ظهور العربيات الصيني في مصر. الشعب المصري ما استقبلهاش استقبال حار، بالعكس كان معترض عليها وقال لك دي صيني، دي بتخلع، دي كذا دي كذا دي كذا. على مدار السنين العربيات الصيني انتشرت في السوق ورقت نفسها، والوكلاء انتشروا ومراكز الصيانة انتشرت، وبالتالي النهارده العربيات الصيني بتنافس الكوري والياباني في المبيعات، وفي اسعار عربيات صيني قريبة من العربيات الالماني. عبرة ايه من القصة دي؟ النهارده السوق المصري بيواجه صعوبات بسبب ارتفاع سعر الدولار. فالنهارده اللي راكب ياباني او اللي عايز يركب ياباني ابتدى يبص للصيني. انا النهارده معايا موتوسيكل ياباني، قررت ان انا اشتري موتوسيكل صيني عشان اتفادى حته ارتفاع مصاريف التشغيل، قطع الغيار اللي بقت غاليه وبقت قليله. اللي بيفكر يشتري ياباني جديد سعر الموتوسيكل الياباني بقى غالي، فابتدى يفكر في الصيني. فدي فرصة ذهبية ليكم ان انتوا ترقوا الماركة، ان انت تحولها لمجرد ماركة صيني. اخواتنا بس الدليفرية اللي بيشتروا منها الموتوسيكلات الرخيصة جدا، او ما نقدرش نقول رخيصة لان مفيش حاجة بقت رخيصة دلوقتي، الى ان هي تبقى جنبا الى جنب للموتوسيكل الياباني. هي مش هتبقى بنفس الكواليتي ونفس الاداء، بس هتبقى بديل كويس. فرصتك ان انت تقدم بديل كويس ده عن طريق ايه؟ انت تهتم بمراكز الصيانة، بقطع الغيار، تنزل موديلات كويسة باسعار كويسة. فعندك نوعيتين من الكاستمرز انت متجاهلهم تماما. مين هم؟ صاحب الموتوسيكل الياباني اللي بيفكر يجيب موتوسيكل صغير جنب الموتوسيكل بتاعه، واللي عايز يشتري موتوسيكل ياباني دلوقتي بس قلقان من قطع الغيار وقلقان من سعر الموتوسيكل الياباني. ده كاستمر بوتنشال جدا ليك، بس هو بيبص بيقلق، ما بيلاقيش قطع غيار، ما بيلاقيش مراكز صيانة، ما بيلاقيش موديلات كويسة. فدي فرصة ذهبية ليك ان انتوا ترقوا الماركة. ارجوكم بصوا للموضوع بنظرة اوسع، وما تبصش تحت رجلك ان انت بتبيع موتوسيكل ولا اتنين وتلاتة. بص ان انت توسع البيزنس وتكبره وترقيه. يا رب تكون الرسالة الايجابية وصلت. ده مش نقد، ده رسالة ايجابية عشان احنا الاتنين نستفاد. انا كيوزر استفاد، وانت كوكيل مبيعاتك هتكبر وهتستفاد. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقة الجاية على المكنة.